فيها الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال، حضر فيها بمحاضرة تحت عنوان الجديد في الأغذية الرافعة للمناعة. دكتور مجدي، يعني كيف يستفيد أبناؤنا وبناتنا من الطلائع من هذه الدورة التدريبية؟ طبعا لاحظنا ان مع تقدم العلم في علم الحساسية والمناعة ان اصبحنا بنكتشف كل يوم فوائد كثيرة جدا للعودة للأغذية الطبيعية. من ضمن الأغذية اللي اصبحنا بنأكد عليها دلوقتي هو تناول الباذنجان. الناس عارفة الباذنجان الاسود والبعض بياكله بقشره وده مهم جدا، وصحيح بعض الاطفال بياكلوه، ولكن احنا عايزين نأكد على الأهمية بتاعته ان هو منخفض السعرات الحرارية، ان هو فيه 92% مية، ان فيه كمان فيتامينات زي فيتامين B1 وB2 وB3 و5 و6 وB6 و9، ودول كلهم مهمين جدا للأعصاب ومهمين للطاقة. وفيه كمان فيتامين سي، ده أهم جدا كمضاد الأكسدة، بيرفع المناعة خاصة عند مرضى الحساسية الصدرية، وخاصة ان هو كمان في الكولين، وده بيبقى مهم جدا للذكاء والذكاء، اضافة ان في الياف غذائية، اضافة كمان لان ده بيبقى مهم جدا ان احنا ناكله كطازج او حتى مسلوق او مشوي. وكثير منا يعني لا يلتفت الى هذا النوع من الغذاء الذي الخضر يعتبر من الخضروات التي خلقها الله لنا سبحانه وتعالى. برضه لاحظنا ان البعض من الاطفال اطفال عندها حساسيات نسي كلمة سلطة او ما بيحبش كلمة السلطة. احنا عايزين نأكد على مفهوم السلطة، لازم تبقى موجودة يوميا ولازم تبقى محبة الالوان، بس عايزين برضه نضيف لها عند المرضى اللي يعانوا من نقص المناعة او اضطرابات في المناعة ان هو عصير البنجر. عصير البنجر بشكل عام او البنجر نفسه لو احنا حطيناه على السلطة ده مهم جدا، لانه في مواد بتنشط البكتيريا الصديقة اللي موجودة في الفم، فدي بعد كده بتؤدي الى رفع المناعة المخاطية الموجودة في الفم، والفم ده منطقة خطيرة جدا لان ده بوابة للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. البنجر فيه غالبا الالياف الغذائية، وفي بوتاسيوم وفي منجنيز وفي فيتامين سي وفي حديد وفي مغنيسيوم وكمان قليل الدهون وفي الياف. واهم حاجة في البنجر ان في احماض امينية، احماض امينية هامة جدا لتخليق الاف من الانواع من البروتينات الهامة جدا للمناعة، مهمة جدا للمناعة. في برضو الكالسيوم وفي السيلينيوم والزنك والنحاس، ودول برضو بيهمنا جدا مع مرضى الحساسية، ومقصود برضو يؤدي الى اضطرابات حساسية كثيرة. وبرضو بنقول ان البنجر بيفتح الشهية ويرطب الجسم، واوراق البنجر بقى الخضراء البعض بنسيها خالص وما بيستخدموهاش الناس، برضو دي اوراق البنجر الخضراء تتفوق على الصبغة نفسها في البروتينات وحمض الفوليك والفوسفور، وهو مهم جدا للقوى الجسميه والفكريه والزنك والكالسيوم والحديد. هل يعني تؤخذ مليئة أم مطهية؟ لا مليئة التكنة كأنها جرجيرة أو فجل، وطلع كمان إن فيها فيتامين ألف 9 أضعاف اللي موجود في المانجا، و10 أضعاف اللي موجود في الفلفل الأخضر والبروكلي، و15 اللي موجود في البقدونس. ده كله بالورق بتاع البنجر، الورق الخاص بالبنجر اللي هو بتالي أصلا. يعني الأسرة أو الطلائع يضيفونها إلى طبق السلطة. ده مهم قوي، إن هو كمان هيديهم الألياف الغذائية مهمة جدا للمرضى الحساسية، خصوصا الحساسية التنفسية، لأنها بتقلل من معدلات الالتهابات وبتقلل من معدلات الأزمات التنفسية، وبتبعدهم عن مشاكل استخدام الأدوية فترات طويلة. يبقى مش هننسى البنجر ومش هننسى الباذنجان، برضه من الأشياء الهامة اللي أصبحنا بنوصل منها للمرضى الكزبرة. والكزبرة البعض عارفها، ولكن أغلبنا أحيانا ما أغلبنا لا يتناولها. الاثنين الكزبرة مهمة جدا كمصدر للألياف والكالسيوم، مهم جدا لبناء العظام والأسنان والحديد، ومهم للأنيميا وتحصيل الراس والمناعة، والمغنيسيوم مهم للطاقة ومنع السرطان
وزيادة القدرة على الاستفادة بالبروتينات والمنجنيز وانتاج الطاقة. كما فيها البوتاسيوم ده هام في تزويد السوائل واستقرار الخلايا والعضلات والأعصاب والقلب، والزنك الهام جدا للنمو والمناعة، والسيلينيوم الهام للمعان وحيوية الجلد والشعر. في زيوت مفيدة جدا في الكزبرة، وفي 5 أحماض هامة تخفض مستوى الدهون الضارة في الدم وتمنع ترسب الدهون الضارة في الأوعية الدموية. فيها فيتامين سي، فيها طازجة طبعا، فيها برضو أحماض هامة جدا بتخفض من المواد اللي هي المؤكسدة اللي تضر الأوعية الدموية. فيها 5 مضادات حيوية بتفيد كعلاج للإسهال، وتفيد كمضادات للفطريات أيضا، وبرضو فيها مواد مسكنة لآلام المفاصل وآلام الروماتيزم، وبتنشط المناعة عن طريق عدة مكونات لها، عن طريق الحديد وعن طريق الألياف وعن طريق الفيتامين سي، وتنشط الجهاز الهضمي وتفتح الشهية وتنعش الفم وتطيب الرائحة. وبها زيوت طبيعية تنشط العصارات والانزيمات الهضمة، وتفيد حتى في علاج قرح الفم وعلاج الأسهال، وتفيد القناة الهضمية بشكل عام، وتخلص الجسم من السموم. تحمي العين، فيها مضاد أكسدة، وتفيد الجلد، فيها مادة يسموها الكيونين، وده مضاد حيوي ومضاد للفطريات ومضاد للأكسدة، بيفيد في حالات الإكزيما وجفاف الجلد والتهابات الجلد. وحتى مرضى السكر بيستفيدوا من الكيونين لأنه بينشط إنتاج هرمون الأنسولين اللي بيساعد على دخول الجلوكوز الخلايا، ويساعد في خفض مستوى السكر الزائد في الدم. وممكن نعتبر برضو الكزبرة من الأغذية الطبيعية المضادة للحساسية، المضادة للسرطانات، المهدئة، اللي بترفع الكوليسترول والدهون المفيدة. وبرضو احنا احيانا بنوصف شاي الكزبرة كمادة طبيعية طاردة للبلغم ومنشطة للجهاز المناعي، وتخرج الافرازات الموجودة في الانف والجهاز التنفسي بشكل عام. يعني لا نستطيع الا ان نقول سبحان الله. يعني هكذا ابنائي وبناتي تعرفنا على الجديد في الأغذية الرافعة للمناعة. عنوان المحاضرة التي ألقاها الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال في الدورة التدريبية للحساسية الأخيرة. شكرا يا دكتور. بارك الله فيك. أبنائي وبناتي، وحتى نلتقي في حلقة قادمة، أتمنى لكم التوفيق من عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله.